السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. ولسه مع كورس النهايات بتاعنا، فصل نهايات الأرخاخ. وموضوع درسنا موضوع شيق، هو بدائين القنار. الأبيض معاه تفوق مع بدائين، واحد على ال A والتاني على ال H. زي ما حضراتكم شايفين، الوضع ده وضع للأسف تعادلي، لأن روخ ماسك البيدق ده، والملك موقف وعامل بلوك للبيدق ده. بس في وسط اللعب ومع ضغط الوقت حاجات ممكن تحصل تضيع منك الجيم خالص. دي بيست موف روك دي 4 تشيك. قال له هات روك كينج دي 3، روك اي 5، روك اف 5 بيست موف، محافظ ان الملك ما يطلعش على الصف ده. الخامس طيب لو لعب A6 على طول، بنيجي تقول له انا برضو عيني على البيدق، هتقرب تدعم، اقول لك كش مفيش يمشي، كش واجي الناحية دي، هتجيلي ارجع تاني كينج اف 6. طيب لو زقيت هاجي امسك البيدق، ولو ما زقتش وعملت ناصح وجيت بالملك بتاعي ادعم، ان روخي دي ما تجيش تمسك البيدق لما يندفع على ال A7 على طول. بديك كش هنا، كش تاني، كش. دلوقتي روك F6، مستنيك تزق واجي اقف مكانك هنا. طيب ماشي، زقيت جيت وقفت، قرب، روك A1. أول بس ما تفكر تقرب من البيدق بتاعك، الشات والصف والمساحة واسعة زي ما حضراتكم شايفين. طيب في حاجة نسينا نقولها. أول ما لعبنا هنا ما كلناش ليه البيدق ده، كلنا مثلا هنا. هقول لك الأبيض كسب على طول ب A6. ليه؟ هننزل برضو تحت خالص، هقول لك كينج B5، روك C8. عاوز أزق ويبقى ملوش إلا خطوة واحدة ويرقي، إجباري روك A2. هقول لك متشكر جدا، هتكشني، هخش جوه، هتقرب من الملك مثلا، هنزل كش.
روك بي 1 مثلا، هداري. هقول لك ايه بقى دلوقتي، روك بي 5 تحجزني. هاجي اقول لك انا عاوز وزيرة تطلع مش وبرق. قصص طويلة بس لازم نعرفها